إن الأمة التي ما زالت توالي طغاة كأبي بكر وعمر حقيق أن يتسيدها طغاة كآل سعود. يقول الكاتب الأستاذ علي السيد عن حسن نصر الله: إنه انقلب على كل وعوده والتزاماته الوطنية حين كرر في كثير من خطبه التي تلت العدوان الصهيوني على لبنان فقال: إن سلاح المقاومة لن يرفع في وجه أي لبناني وهذا وعد مني. هذا حسن نصر الله يقول هذا الكلام. وها هو سلاح حزب الله يروع الآمنين، يحرق ويدمر ويقطع ويغلق الطرقات والمطارات ويطارد المغايرين له في الرأي، وينطلق بعشوائية وغل على مشيع الجنازات فيقتل ويصيب ويهدد الإعلاميين ويتسبب في غلق مؤسسة إعلامية ويحول عاصمة لبنان لسكنة عسكرية، وفضل لغة الرصاص على ما دونها من وسائل تحقن الدماء، ورفض إجراء أي حوار إلا إذا تراجعت الحكومة عن قرارات اتخذتها لتمارس بها سياداتها على قطاع الاتصالات، ورآها حزب الله ضارة جدا به. ويقول: ولو كان الأمر لبنانيا فعلا ما كان رد حزب الله بقرع طبول الحرب، بل لجاء الرد في إطار الوسائل السلمية التي أجادها حزب الله في أوقات وأزمات سابقة، ولتمكن من تعطيل قرار الحكومة حتى ولو كان صائبا. لكن الأمر أبعد وأكبر من حزب الله، فالذي فضل حسم الأمور بالرصاص والدخول في مواجهة مع الحكومة والشعب وفرض السيطرة على لبنان وتحييد الجيش اللبناني الذي لو تدخل لتحول لبنان كله إلى بحيرة من الدماء، يأتي ذلك وفقا لمخطط إيراني بغيض يهدف إلى السيطرة على العالم العربي ونقل المعارك الإيرانية إلى مناطق وساحات أخرى لكي يبقى المشروع الإيراني النووي بعيدا عن ضربات أمريكية محتملة. وهكذا بوغت الجميع بانقلاب حسن نصر الله، ليس فقط بالسيطرة على بيروت وشل حركة الوطن اللبناني، لكن الرجل انقلب على نفسه أيضا، إذ استبدل لغة الجمع التي كان يتحدث بها إلى الشعب اللبناني إلى لغة طائفية لا تخدم إلا الفتنة، وغير لهجته من حديث رجل خائف على وطنه إلى رجل يهدد بقطع الرؤوس، وعدل كلامه من كلام دافئ عن السلم الاجتماعي والأهلي بتهديد ووعيد للمخالفين. يا أهل فلسطين خاصة ويا أهل السنة عامة، ينبغي لكم أن تتذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي منافق عليم اللسان، رواه الطبراني وصححه الألباني. فهذا هو حسن نصر الله، يزين لكم الخطابات ويستغل الأحداث ويتلاعب بمشاعركم ويتاجر بقضية فلسطين وقتال اليهود. وقبل الختام أذكر إخواني أهل السنة بجرائم حزب الله اللبناني، فأقول: من الذي يدرب شيعة السعودية والكويت والبحرين على حمل السلاح وقتل رجال الأمن وتفخيخ السيارات وصنع المتفجرات ثم يرسلهم إلى بلدانهم لتنفيذ العمليات الإرهابية ضد حكوماتهم السنية؟ أليس حزب الله في لبنان؟ ومن الذي يدرب الإرهابيين من أفراد جيش المهدي ومنظمة بدر لقتل وتصفية وتهجير أهل السنة في بغداد والبصرة وباقي المدن العراقية؟ أليس حزب الله في لبنان؟ ومن الذي قتل الأحوازيين في إقليم الأحواز الذي احتلته إيران قبل 100 عام وبطش في شعبها؟ أليس حزب الله اللبناني؟ ومن الذي قتل أهل السنة الآمنين في بيروت ورفع أسلحته الثقيلة في وجوههم ودمر ممتلكاتهم وحرق مساجدهم ومراكزهم الإعلامية واستباح المحرمات وأغلق الشوارع الرئيسية والمطار وفعل بهم أكثر مما يفعله اليهود؟ أليس هو حزب الله اللبناني؟ تذكروا يا أهل السنة أنه لا جهاد عند الرافضة إلا إذا خرج مهديهم المزعوم الذي ينتظرون خروجه، لذلك لا تعولوا على هذا الحزب أو ذاك، بل ليكن توكلكم على الله الواحد الأحد ثم فعل الأسباب. ألم يحرم الرافضي محمد باقر المهري وكيل مراجع الشيعة بالكويت جمع التبرعات لحركة حماس عندما قال بهذا النص: حرام 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 شرعا أن يعطي المسلم الشريف
فلسا واحدا لهذه الحركة؟ يا أهل السنة، إن المقدسات الإسلامية لن يحررها إلا أمثال الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو أمثال سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه، أو أمثال صلاح الدين رحمه الله. أما الرافضي حسن نصر الله فهو يكفر هؤلاء الأبطال الذين حرروا المقدسات الإسلامية ولا يعترف بهم ولا يذكرهم في خطاباته، مع أنهم قد فتحوا الأمصار وحرروا المقدسات الإسلامية من النصارى. لأن قدوات حسن نصر الله هم نصير الدين الطوسي وابن العلقمي الذين خانوا الأمة الإسلامية وساهموا في دخول التتار لبغداد وإسقاط الخلافة الإسلامية. وقدوات حسن نصر الله في هذا الزمان هم الخميني والخامنئي الذين سلم منهم اليهود وسلم منهم النصارى وسلم منهم أهل الكفر، بل يعيشون آمنين مطمئنين في إيران، ولم يسلم منهم أهل السنة في إيران في مناطق بلوشستان والأحواز. أقول: من كان من أهل غزة يعول على إيران وحزب الله اللبناني لنصرة قضية فلسطين فقد أخطأ خطأ عظيما وجانب الصواب. فها هي إيران التي وعدتكم قد خذلتكم، وهو حزب الله وزعيمه الكذاب على حدودكم مباشرة وعندهم كل الإمكانيات وقد خذلوكم. ولكن تاريخ الرافضة معروف بهذه الخصلة القبيحة. فمن الذي خذل علي بن أبي طالب رضي الله عنه قبل أكثر من 1000 عام؟ ألم يقل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يصف جهاد أصحابه من شيعة الكوفة فيقول: يا أشباه الرجال ولا رجال، حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال، وددت لو أني لم أركم ولم أعرفكم معرفة، حزت والله ندما وأعتبت صدما، قاتلكم الله. لقد ملأتم قلبي قيحا وشحنتم صدري غيظا. ثم قال: وأفسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلان، حتى لقد قالت قريش إن ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب، ولكن لا رأي لمن لا يطاع. كتاب نهج البلاغة الصفحة 70-71. وهذه شهادة الحسن بن علي رضي الله عنه ضد الشيعة الذين يدعون حبه، حيث قال رضي الله عنه واصفا شيعته بعد أن طعنوه: أرى والله أن معاوية خير لي من هؤلاء، يزعمون أنهم لي شيعة، ابتغوا قتلي وانتهبوا ثقلي وأخذوا مالي، والله لأن آخذ من معاوية عهدا أحقن به دمي وأؤمن به في أهلي خير من أن يقتلوني فتضيع أهل بيتي وأهلي. كتاب الاحتجاج للطبرسي المجلد 2 صفحة 290. وهذه شهادة الحسين بن علي رضي الله عنه في شيعته بعد أن غدر به شيعة الكوفة وكذبوا عليه، رفع يده ودعا عليهم قائلا: اللهم إن متعتهم إلى حين ففرقهم فرقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا فقتلونا. كتاب الإرشاد المفيد المجلد 2 صفحة 110-111. فيا أيها العقلاء من أهل السنة، من خان وخذل أهل البيت أفلا يخونكم ويتاجر بقضيتكم ويخذلكم؟ نسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن ينصر المجاهدين في غزة ويسدد رميهم ويصوب سهامهم ويجمع كلمتهم ويصلح قلوبهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يسلط على اليهود وأن يشتت شملهم وأن يفرق جمعهم وأن يمزقهم كل ممزق وأن يجعلهم غنيمة للمسلمين وعبرة لكل معتبر يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.